حميدو يا باشا، تحت امركم وفي خدمتكم. جمصة المصيف. براميط البحر اهي. انضف براميط البحر جمصة. الصلاة على النبي. بقول لك يا معلم. صباح السعاد، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد على كل متابعين وصفات الغلاب، سواء بقى من داخل مصر أو خارج مصر. النهاردة بقى هقدم لكم جولة كده في سوق السمك في جمصة، وهقولك بقى ازاي تشتري السمكة النظيفة الصبحة، وازاي تعرفي السمكة البيت. وهدخل معاكي بقى أكبر مطعم فيكي يا جمصة، وهوريكي بقى السمك من أول ما بنشتريه من عند البياع لحد ما بندخل جوه، وطريقة تنظيفه وطريقة شوي. حلو يا معلم. الراجل ده بقى بيبيع جميع أنواع السمك، سواء بقى كانت كابوريا أو جمبري، وأسعاره بصراحة رخيصة جدا. وزي ما كلنا عارفين بقى أسعار السمك بتبقى بصراحة غالية جدا في المواسم أو في المصايف أو في المناسبات السعيدة زي ما انتم شايفين. ومناسبتنا بقى السعيدة السنة دي أو في الموسم ده موسم المصيف، وجاي معاه عيد الأضحى المبارك. هنا الراجل بقى بيقول لي على اسعار السمك واسعار وانواع السمك. وزي ما انتم شايفين ده سردين، بس بصراحه خدنا منه عملنا صينيه كان هايل. وهنا بقى بيقول لك ان ظهر السمكه الصفرة زي ما انت شايفه كده بتبقى السمكه دي سمينه، او السردينه دي بتكون سمينه. عنده بقى سمك المكرونه، وعنده مرجان، عنده بولتي بانواعه، عنده سردين، في عنده البوري. السردين بانواعه على فكره مقاسات واحجام. البولتي جمبري واستاكوزا وكابوريا مبطرخه حلوه قوي. بدايتنا بقى كانت هنا مع السماك، وزي ما انتم شايفين بقى يعني راجل بصراحه محترم جدا، وهيقول هو بنفسه عنوان المكان، وفي تخفيض خاص لاي حد هيروح تبع قناه وصفات الغلابه. يعني اي حد كده يروح يقول له احنا تبع وصفات الغلابه، هيعمل له اكراميه بجد بجد حلوه قوي. وتكتبي لي في كومنت حلو كده منك بتتابعيني منين، والفيديوهات اللي بقدمها لك بتفيدك او مش بتفيدك. هعرفك بقى على يعني هروح فلوجات كده اعرفك على اماكن بجد بجد رخيصه، سواء اماكن اكل او ترفيهيه. السمك بقى زي ما انت شايفه لازم تكون الخياشيم بتاعته لونها وردي، السمكه تكون متماسكه، لونها بيلمع وعينيها بتلمع بالشكل اللي انت شايفاه. هنا بقى السمك اللي هو بيعبيه ده اللهم بارك اللهم بارك، احنا جبناه سمك للشوي بسم الله ما شاء الله. كان في السوق كله وعند الراجل ده كان السمك ب80 جنيه. الراجل ده عطلنا الكيلو ونص ب100، يعني الكيلو ب65 جنيه. بصراحة احنا كبلد ارياف، انا في بلدي وفي قريتي من غير عيد بشتري السمكة دي ب85 جنيه. انا جبتها هنا الكيلو ونص ب100، وسمكه طازه كده ولسه جاي من البحر، وبصراحه فريش وطعمه هايل. عنده السمك البليمي بقى ما اقولكيش عليه تحفه. اول مرحله بقى هنا هو بيوزن لك السمك زي ما انت شايفه، وهيقول لك الوقت على الاسعار. 110 او 110 يا باشا، 120 120 120 لو 130 يا باشا، يا باشا عامل 150 ما شاء الله. كيلو وربع. لا وبعد ما عرفنا بقى الاسعار، زي ما قلنا الاسعار هنا بتبقى اسعار بورصه، يعني بتبقى على حسب العرض والطلب. عنده بقى البلاميطه، بلاميطه طازه كده اللي هي بتتعمل تون، بلاميطه طازه كده لسه جايه من البحر مش مجمده، بصراحه خرافه. جبنا منها حاجه كده هايله. ده شكلها انضف بلاميطه البحر جمصة. الصلاة على النبي. بقول لك يا معلم. ندخل بقى على نظافه المكان. بصراحه يعني السمك اللي انتوا شفتوه في الاول ده اللي بقولك عليه جايبينه بكيلو ونص ب100، بدأوا ان هم في المطعم يغسلوه بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهيفتحوا البطن بتاعته وهيتحشى خضار. بصراحة شوية سمك هايلين، حاجة كده تستاهل بقكم. في المكان بقى بتلاقوا فيه مطعم بيقدم لك فيه جميع الوجبات. يعني لو انتوا شباب مش عارفين تطبخوا في شقة او رايحين يوم واحد بس، او واحد والمدام بتاعته واولاده مش عارفين يقعدوا فين وياكلوا فين، مش هتاكلي على الرمل ومش هتاكلي في اي مكان يضايقك او تتأذي فيه. يعني لو انت بقى من الناس اللي بتحب اكلة السمك والجمبري، بتحبي كده تاكلي، بتحبي تروحي المصيف عشان تاكلي الاكل ده طازة كده وحلو، في هناك اماكن
يقدمولك الاكل فيها. وعلى فكرة تقدري ان انت تنقي السمك اللي انت عاوزاه، يعني تقفي كده على المكان اللي هو حاطط فيه السمك وتنقي كده بالسمك، تنقلك 6 سمكات، تنقلك على عدد حسب ما هتاكلي، عدد افراد اسرتك، يعني بالسمكة بالبراية زي ما تحبي. اذا تاكلي سي فود، تاكلي رز احمر رز ابيض، عندهم السلطات والطحينه بيجيبولك السمك بالشكل اللي انت شايفاه، وبيغسلوه كويس قوي، وبيبداوا ان هما يفتحوا بطنه وبيحشوه. وطبعا ده على حسب الطلب بتاع حضرتك. والله العظيم انا قبل كده اشتريت سمك من المنصوره ما بيغسلوهوش خالص، لكن هنا على الرغم من ان بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدهم يا رب ويبارك فيهم، على الرغم من انهم واقفين ما شاء الله على رجليهم اليوم كامل، بس بصراحة في نظافة كاملة في المكان. بيغسلوا السمك زي ما انتوا شايفين، السمك بجد يتاكل حاف، وانتوا يعني زي ما انتوا شايفينه كده يتاكل ني كده، يعني جميل. الردة بتاعتهم نظيفة خالص اهيت، ومش مش مبللة خالص. بيبدأ زي ما انت شايفة كده يحط الردة على السمك. يعني الناس دي بجد بجد بتظبط السمك كويس قوي قوي قوي. وده والله احنا مش متفقين معاهم، يعني هو هنا قدم لنا السمك بالشكل اللي حضرتك شايفاه اكننا الزباين عادية خالص. عنده هنا بقى الشواية، اللهم بارك، شواية مفتوحة بالشكل اللي انت شايفاه، وبيبدأ ان هو يشويلك السمك وانت واقفة. وزي ما قلتلك عنده اماكن انتظار وعنده اماكن للاكل كمان، يعني تقدري تجيبي ترابيزة وتقعدي انت وولادك وتطلبي اي طلب. يعني لو انت رايحة كده يوم واحد بس، تقدري تجيبي رز وتجيبي الطحينه، هيقدم لك الرز والطحينه والسلطه والسمك بانواعه، مشوي مقلي، صينيه بالزيت والليمون. هيقدمه لك بالشكل اللي انت تحبيه. تسلم ايدك. هنا بقى خلاص شوي السمك، وبسم الله ما شاء الله هيبدا ان هو يرصه لنا في الاطباق زي ما حضرتك شايفه كده. شكل اساسا الطبق وهو بيترص حاجه كده جميله جدا. وبيقدمه بيقفلهولك كده، بيغلفه يعني السمك بيبقى جاهز خالص على التقديم. وهنا بقى التمليحة بتاعته بيكون فيها مية، يعني مش زي التمليحات اللي هي بترش شوية الملح المبهر وخلاص. لا، هنا التمليحة تمليح، يعني اكنك بتاكلي اكل بيتي، اكل في قلب البيت بتاعك، نظافة بيت، مش شغل مطاعم بقى كده وشقلب وقلب، لا، اكل بيتي نظيف اكنك كده بتاكلي في بيتي. بتبقي انت بقى مقدمه، يعني هما بيحطوا لك الطبق بتاعك في زي كارت كده مكتوب عليه اسم حضرتك والطلب بتاعك، عاوزاه مقلي عاوزاه مشوي، بيتحط مع الطلب اللي انت بتقدميه. خلاص بقى اللهم بارك، السمك خلاص خلص اهو وبدأ يتغلف. شايفين بقى ما شاء الله هايل، شكله اساسا حلو وتقديمه حلو. نظافتهم والله بجد للأمانة نظافتهم حلوة قوي، نظافة المكان. وفي الآخر بقى جبنا السمك وجبنا الرز وبدأنا ان احنا نغرف كده علشان ناكله. لو انت بقى لسه متابعاني لحد دلوقتي، يا ريت ترفعي لي الفيديو بكومنت حلو كده منك، تقولي لي بتتابعيني منين وايه رأيك، رحت المصيف ولا لسه، عشان اقدم لك وصفات حلوة قوي هتعجبك. وانتظري بقى هقولك على عنوان محل السمك اللي انت شفتيه ده في جمصة. ده يعتبر ارخص محل سمك واكبر محل سمك هتشوفيه في جمصة. بسم الله ما شاء الله هتلاقيه مفتوح من الصبح بدري لفترة طويلة. نظافة المكان بجد بجد تتحدث عن نفسها، نظافة بجد هايلة. وزي ما قلتلك في مطعم عائلات هيعجبك قوي، هيعجب العائلات، هيعجب لو في طلبة، لو 2 أصدقاء كده أو أكتر، لو مجموعة كده من الأصدقاء رايحين يقضوا يوم، هيعجبهم جدا. كان حلو قوي ونضيف جدا وكويس جدا، والناس استقبلونا استقبال حلو قوي، على الرغم بجد بجد ما كناش مرتبين للحلقة دي أو إن احنا نصور مع المطعم ده. وزي ما قلتلك بقى لو دخلتي وقلت لهم ان انت تبع وصفات الغلابة، هيعملوا لك خصم حلو قوي، مع انهم اصلا وفي الاساس اسعارهم بجد حلوة ورخيصة. كل سنة وانتم طيبين ومصيف سعيد عليكم جميعا. خدوا بالكم من ولادكم، ما تنسوش شرب المية والعصاير، عوضوا الحر وعوضوا العرق اللي بيخرج من جسمكم بمية وسوائل كتير. نشوف بقى عنوان المحل مع بعض وركزوا كويس قوي.
حميدو يا باشا، تحت امركم وفي خدمتكم. جمصه المصيف، وراء هدير، خلف ميدان هدير، مقابل كافيتيريا السلطان. ابن حميدو يا باشا واحد بس. جميع التجهيزات عندي، سنجاري، زيت وليمون، صواني، شوربه حمراء، شوربه بيضاء، سيفود، كافه شيء موجود ان شاء رب العالمين. كل سنه وحضراتكم طيبين. تمام.